السلام عليكم. يعني تخيل ابو هريره، يعني هذا الذي طرده علي بن ابي طالب ونفاه من المدينه وارسله الى البحرين، وكانوا وقتها يشكون في انه يكذب. حين كان البرلمان الجزائري يفتتح جلسته العلنية التي خصصها للدوس على أكبر طابو، ساد أجواء وسماء وأرجاء وأرض هذا الوطن الغالي، والذي كان عنوانه شامخا إلى درجة أنه سيعتبر يوما وطنيا لتجريم الاستعمار الفرنسي. تذكرت صاحبنا الديفيرنتي وأمثاله الذين كانوا حاميين على الإسلام والعروبة بهم بمن فيهم من المثقفين اون فرونسي، حتى قلت في نفسي مادام هؤلاء مثقفين ومسلمين كما احنا، هل يعني زعما يا ترى يسيروا معنا بما أنهم زعما منا ونحن منهم في المسار الجديد الذي قررته الدولة الجزائرية في مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي، بما أنهم قادرين وواصلين في مسألة التعرض لأبي هريرة والمعلوم من الدين. فهل بإمكانهم أيضا يورونا حنة يديهم في مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي؟ وهل هم أيضا مع تجريم الاستعمار الفرنسي أو مع تحريم التجريم بما أن المتهم فرنسي؟ سلام.